تخيل انك تكون جميل لدرجة ان الناس تموت اول لما تشوف وشك، وده مش كابوس، دي قصة ماكس الولد اللي جماله بقى لعنة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يجيلكم كل جديد. ويلا نبدأ. الفيلم بيبدأ مع ماكس وهو قاعد عند دكتور نفسي وبيحكي له حكايته الغريبة، وبيقول له انه اتولد ومعاه موهبة قاتلة، وهي ان اي حد بيشوف وشه بيموت فورا. وبيحكي له ان اول مرة حصل ده كانت لحظة ولادته، والدكتور والمساعدين اول ما شافوه قالوا ده اجمل طفل في العالم. وبعدها بثواني كلهم وقعوا ميتين، والوحيدين بس اللي قدروا يشوفوه من غير ما يموتوا هما كانوا أبوه وأمه. ومن كتر اللي حصل اضطرت العيلة تسيب المدينة وتعيش في مكان معزول علشان يقللوا الحوادث اللي بتحصل بسببه. ومن اللحظة دي لفوا وشه بشاش وخلوه يلبس نظارة شمس دايما علشان يخبي الجمال اللي بيقتل الناس. بس الدكتور طبعا ما اقتنعش بكلامه، وقالوا اللي بتقوله ده مش ممكن يكون حقيقة، ده أكيد خيال من الاكتئاب اللي عندك. وفجأة بيتقلب المشهد، أهله بيسمعوا صوت خبط جامد في العيادة، ولما بيدخلوا بيلاقوا ماكس شايل النضارة والدكتور واقع ميت، وجات له سكتة قلبية في ساعتها. والشرطة بتيجي بس مش بتعمل حاجة ومش بتقبض على ماكس لأن مفيش أي دليل إنه هو السبب. وبيرجع البيت وهناك بيكون صاحبه دان قاعد معاهم على الغدا، ووالده جان بيحاول يقنعه يخرج عن عزلته ويسجل في تطبيق مواعدة. وبيروح ماكس أوضته وبيطلب من دان يضربه بالطوبة في وشه على أمل إن وشه يتشوه وده يمنع موت أي حد يشوفه. ودان فعلا بيضربه، وماكس بيتنقل للمستشفى، وهناك الكل بيبص باستغراب بسبب الشاش والنضارة. وبيتعرف على أليكس اللي بتديله مجلتها يحطها قدام وشه لحد ما يجي دوره في الكشف. وبعد ما بيخلص بيرجع البيت، وبيجي داني يقول له انه ظبط له ميعاد في الفالنتاين مع بنته ولازم يخرج معاها بالعافية. وبيوافق يتعرف على إيريكا وبيجيب لها هدية منديل عليه اسمها، ولكن الخروجة بتبوظ لما شاب اسمه كريجي بيبدأ يتريق عليه. وماكس بيتضايق جدا وبيقرر ينتحر من على كوبري، بس قبل ما بينط بتظهر أليكس وبتقوله لو ناوي تموت دور على جسر أعلى من كده. وبيستغرب انها مش بتحاول تمنعه، ولكنها بتقوله بثقة انت مش هتموت النهارده وهتموت عجوز في سريرك. وبتعزمه يروح معاها مشوار، وبتاخده لدار مسنين يقضوا اليوم مع ايستر وروزماري. ولما بتوصله للبيت بيتمنى يشوفها تاني، ولكنها بتعتذر وهو بيحكي لدان عنها. فدان بيقول له يروح محطة الاتوبيس اللي شافها فيها يمكن يقابلها تاني. وتاني يوم فعلا بيلاقيها هناك وبيقول لها انه حابب يشوفها تاني، فبتوافق وبتاخده المول. وهناك بيحكي لها سره انه اتولد بوجه جميل لدرجة الموت، والمفاجأة انها عارفة. وبتقول له انها كانت في المستشفى لان عندها مرض نادر في القلب وعايشة بجهاز تنظيم نبضات القلب. وبيروحوا للسينما سوا وبتبدأ بينهم مشاعر حقيقية. وبيرجع البيت وبيلاقي اهله مستغربين ان عنده صاحبة، وبيتعرفوا على بنت جديدة اسمها يوشين جاية تعيش معاهم في برنامج تبادل الطلاب. وتاني يوم بيروحوا رحلة تخييم في الغابة. ولما الليل بيجي أليكس بتطلب منه تشوف وشه، فبيخليها تغمض عينيها وبيفك الشاش وبيسيبها تلمس وشه بإيديها. وتاني يوم بيرجعوا وماكس بيتصل بيها، ولكنها بتقوله انها مشغولة في البيت، بس الحقيقة انها في المستشفى بسبب تعب قلبها. وبالليل بتحصل مصيبة، يوشين بتولع في شجرة الكريسماس بالغلط ودان بيتصاب، وماكس بياخده للمستشفى. وهناك بيشوف أليكس صدفة وبيشوف أمها بتتعامل معاها بطريقة سيئة جدا. فأليكس بتقول إنها بس زميلة ليهم من دار المسنين. وبعدها بيسألها وبيكلمها أنت ليه عملتي كده؟ فبتعرفوا إنها مش بتقول لأمها إن عندها أصحاب علشان هي بتخاف عليها جدا. وبيروحوا مع بعض يزوروا روزماري، بس بيلاقوها عايشة على الأجهزة. وأليكس بتتأثر جدا وبتقول لماكس ريحها من العذاب ووريها وشك. وماكس بيخاف بس بيوافق في الآخر، وبيخلع الشاش وبيمسك إيد روزماري وبتبتسم وبتموت في سلام. وبعدها أليكس بتختفي فجأة من حياة ماكس، وبيحاول يتصل بيها بس من غير فايدة. فبيروح بيتها وبيكتشف ان حالتها ساءت والدكاترة زودوا جرعة العلاج، وبيحس بالذنب وبيفتكر ان هو السبب علشان خروجه معاها والمجهود الزايد اللي عملوه. وبيسألها لو في حاجة ممكن يعملها، فبتطلب منه يوديها حفلة الرقص في مدرسة دان. فبيروحوا للحفلة وبيلبسوا لبس غريب شوية عن الباقي وبيرقصوا سوا. وفجأة أليكس بتحس انها تعبت وبتستأذن، وفي الوقت ده كريج بيحاول يتخانق مع دان وبيشد القناع من على وش ماكس قدام الكل. وواحدة بتشوف وشه وبتقع ميتة، والشرطة بتقبض عليه في الحال. وبعدها لما بيخرج من القسم بيروح المستشفى يطمن على أليكس، وبيكتشف انها كانت بتكذب على الاطباء ومش بتاخد ادويتها لانها ببساطه عايزه تموت. وبتقوله انها من صغرها عايشه على الادويه وما تعرفش طعم الحياه وممنوع عليها حتى تحب. وبيفهم انها عايزه تشوف وشه، ولكنه بيرفض وبيقول لها انها مش عارفه احساسه لما حد بيموت قدامه بسببه. وبيرجع بيته وبيعيط وبيحاول يشوه وشه باي طريقه، ولكن اهله بيمنعوه. وفي لحظه القط بتاع يوشين بيشوف وشه وبيموت هو كمان. ودان بيقابله وبيقول له ما تبعدش عن أليكس، هي محتاجه لك، ولو ماتت هتندم انك ما ودعتهاش. وماكس بيسمع كلامه وبيروح المستشفى وبيزين اوضتها باعمال الخياطه اللي بيعملها. وبيقرر اخيرا ينفذ طلبها وبيطلب منها تغمض عينيها وبيقلع الشاش وبيفضل نايم جنبها. ولما بتفتح عينيها وبتشوف وشه لاول مره ما بتموتش، بس بتتعب للحظات بسيطه، وهو بيفضل جنبها لحد ما بتموت في سلام. والمفاجاه انها ماتت في وفاه طبيعيه. وهنا قضيته بتتصدر كل الاخبار، ناس بتكذب وناس بتصدق ان في حد ممكن يبقى جماله قاتل، ولكن ماكس بيقرر يستخدم لعنته في الخير ويساعد الناس اللي بتتعذب
وينهي ألمهم بهدوء. وأكتر درس اتعلمه من أليكس إن مش كل الناس بتموت من جماله، واللي بيحبك بصدق هيشوفك بجمالك الحقيقي اللي جوه قلبك مش في وشك. وفي النهاية كريجي بيجي يعتذر له، ولكن أول ما بيشوف وشه بيقع ميت، وبيخلص الفيلم على كده. وما تنسوش لو عجبكم الملخص تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يجيلكم كل جديد، وتعملوا شير وتبلغونا رأيكم في التعليقات. هل الملخص عجبكم؟ وإلى اللقاء.